انت بتصحى من النوم تعبان وعظمك مكسر ومودك مش كويس انك تروح تشتغل او حتى كمان تروح الجامعه بتاعتك، وما تقلقش مش انا بس اللي عارف الموضوع ده كابتني، المنطقه بتاعتك كلها عارفه الموضوع ده، فالحق نفسك من الفضيحه وركز معايا. احتمال كبير جدا يكون عندك نقص في فيتامين د، فركز معايا كويس جدا عشان هقول لك ازاي تقدر تتخطى المشكله دي. يلا بينا. اول حاجه يا كابتني، انت لازم تتعرض للشمس من ربع ساعه لحد 25 دقيقه في اليوم بتاعك، ويكون الجلد بتاعك مكشوف وتكون متعرض للشمس بشكل مباشر عشان جسمك يبدا يخلق فيتامين د، لان على عكس ما انت متخيل، في ناس كتير متخيله ان الشمس بتبعت لنا فيتامين د من فوق، لكن جسمك بيعمل هو فيتامين د من جوه. تاني حاجة مهمة جدا، لازم تركز على المكسرات والبيض والسلمون وكمان الكبدة، وكمان تاكل الحاجات دي كل يوم في النظام بتاعك، مش كلها طبعا لكن على الأقل شوية مكسرات 50 جرام، علبة زبادي بلدي مثلا في العشاء كده، دي حاجات هتساعد على امتصاص فيتامين د وكمان تساعد جسمك اللي هو يعمله بشكل دوري. حاجة مهمة جدا كل الرجالة بتعاني منها في ظل هذه السيدات اللي في المجتمع بتوعنا، استر يا رب، ان التوتر بيكون عالي جدا، فده بيأثر على امتصاص فيتامين د، فبالتبعيه بيأثر على هرمون الذكوره، فعلى قد ما تقدر ابعد عن الاسترس شويه علشان تقدر تخلي فيتامين د عندك كويس. واخر حاجه يا سيدي الفاضل، روح قول لصاحبك دلوقتي حالا اللي فيه كوتش اسمه احمد عجلان، دايما بيخش الجيم وبيشيل اوزان تقيله وبيقول يا متين يا رب، بيعمل فيديوهات زي دي الساعه 10، فيعمل متابعه. سلام.